إذن كما تشاهدون هذا أوضح فيديو لجريمة صباح اليوم التي وقعت في مدينة أنسي الفرنسية، حيث قام شاب وهو لاجئ سوري في السويد بمهاجمة أطفال في إحدى حدائق المدينة، متسببا بجرح أكثر من 5 أطفال، 3 منهم بين الحياة والموت. المدعية العامة في مدينة أنسي لم تصنف الجريمة على أنها عملا إرهابيا، لأن قانون العقوبات الفرنسي لا يعتبر العمل إرهابيا إذا لم يكن مرتكبا من طرف مصنف على لوائح الإرهاب، أو إذا لم يتبنى من قبل منظمة مصنفة على لوائح الإرهاب. فرانس بالعربي.